اللهم يا ربنا يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا ناصر كل مظلوم، ويا مأمن كل خائف، يسر علينا كل عسير، واقض حوائجنا، وأصلح شؤوننا. يا رب، نسألك أن تؤوينا إلى شديد ركنك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة جايلكم فيديو جديد وروتين جديد. حطي لايك. اول حاجة كده هنعمل روتين كده محترم في اوضة الليفينج، كانت في حالة صعبة قوي زي ما انتوا شفتوا. وفتحت كده الشباك، خلت الشمس كده والهواء يدخلوا وبس كده. بعد كده بقى هنفضها واروقها. دي انا عندي ركنة بتاعتي بصحارة، بصراحة بتنفع جدا الصحارة دي، انك تحطي ايه فيها كراكيب، يعني اي حاجة انت مش بتستخدميها كتير وبتاخد حيز من اي حته في الشقه، لا بتحطيها تحتيها. بس كانت في متبهدله خالص، فشفت انتوا بقى الحركه دي يعني. انا فضيتها كده وجبت المكنسه، شلت القطع من اللي من تحت كده، وقلت ايه اشفط اي بقى بواقي اكل، بسكوت كده، شيبسي بياكلوا الاولاد، الفتافيت دي كلها واقعه يعني. فقلت ايه بالمكنسه كده هي اللي هتنجزني يعني، وهتشفط لي كل الفتافيت دي زي ما انتوا شايفين كده. بس كده بقى انا نظمتها كده ونضفتها ورجعت الحاجه مكانها. والمخدات الفرو دي أنا عندي، بس بتاخد حيز كبير قوي من الركن، عندي 3. وزي ما انتوا شايفين اصلا يعني عندي 6 غيرها، فبتاخد حيز كبير، فبعينها بصراحة يعني عشان ما تتبهدلش، وفي نفس الوقت لو حد جايلي او حاجة بطلعها. وبس كده بقى انا يعني حته الركنه دي الاولانيه نفضتها كويس قوي، عملتها بالمكنسه وبعد كده فرشتها. وجيت هنا بقى الشباك نفضته كويس جدا ومسحت كل التراب اللي عليه. وقطعة الركنة اللي تحت الشباك دي هنفضها كويس واعملها بالمكنسة. مثل المكنسة بقى يا بنات، ان لو في اي فتافيت بتشفطها لك على طول، او تراب او اي حاجة. اه شفتوا انتوا بقى ما بين الخطوط اللي في الركنة دي بيبقى فيها كده حاجات كده صغيرة، مش بتعرفي تطلعيها قوي مهما بتنفضي، لكن المكنسة بتشفط لك كل ده بصراحة. حلوة قوي، لو انتوا عندكم ركنة جربوها كده، هتشفط لكم اي حاجة فيها. وبس كده هفرش بقى الفرش بتاعي بتاع الركنة. وده شكل الركنة كده بعد ايه ما نضفتها. نيجي بقى ايه هنا للأرض بقى، كانت في حالة صعبة قوي يعني. انا بوريكم هنا بقى الفرش، وبصوا بقى الارض كانت متبهدله خالص. بس فهشيل بقى السجاده بتاعتي. هنا بقى ابني مصمم لما شافني بصور ان هو عايز ايه يساعدني، قال ايه يعني هو هيساعدني. زي ما انتوا شايفين كده، شلت السجاده ونفضتها وكنست وايه، وهدلق بقى ميه تحت الركنه. انا للاسف الركنه بتاعتي دي ما بعرفش اشدها واحركها من مكانها. هي معموله على قد المكان بالظبط، عشان خاطر حتى عشان تتحط كسرنا وزرة عشان تتحط، فما بعرفش احركها، مستحيل تتحرك من مكانها. فالحل الوحيد ان انا ادلق ميه تحتها كده بقى، واشد بالمساحه زي ما انتوا شايفين كده. وبطلع بقى ما شاء الله يعني، مش هقول لكم بقى على الاطفال يعني، اكل بقى، لعب، ساعات بلاقيهم لعب الصغيره، المكعبات والحاجات دي كلها بتخش تحت الركنه والتراب وكده. وزي ما انتوا شايفين كده شديتها بالمساحه ونشفتها، خليتها ايه، ده الجزء اللي من جوه. الجزء بقى اللي من بره ده بقى ايه، متدهول خالص بقى. دي كانت متعلقه فوق الكورديل، قلت اجيبها امسحها كده من التراب. وزي ما انتوا شايفين كده المروحة بتاعتي كانت متبهدلة خالص، مع اني كنت لسه عاملاها، بس الجو طبعا حر بنشغلها على طول، وعندي انا في ترابة ناعمة كده، فايه بتشفط اي تراب. فزي ما انتوا شايفين متبهدلة. هي بالمفك كده، وفيها مسمار من فوق بتفكها بكل سهولة. وبمسحها كده وبرجعها تاني، يعني برجع اركبها تاني، سهلة جدا. انا في الاول خالص المروحة دي كنت بخاف ان انا افكها، بعد كده اول مرة فكتها لقيت ان هي فكها وتركيبها سهلة قوي. بص بمسحها بقى كويس، بس بوريكم هنا الدوران دون بيبقى فيه زي فتحتين كده، فتحة بتتحط في الوش المروحة، وفتحة بتتحط في الوش التاني، وبتكبسيهم على بعض كده، وبتلفي ايه بالمفك كده المسمار، وبتتعمل معاكي. جبت بقى انا تحت المروحة كده، قلت اكنس تحتيها كده، وعند الكولدير كده. بس كده بقى دي الايه، يعني الحاجات اللي طالعه من الاوضه، فلميتها بالجاروف، ودلقت هنا برضو ميه تاني،
برضه هنا ابني مصمم يساعد، عايزة اقول لكم ان هو اصلا ما بيساعدش في الطبيعي. اقعد اقول لي يا ابني ناولني كذا، يا ابني هات كذا، ما بيرضاش. بس هو لما عرف ان انا بصور فمصمم بقى ان هو يساعد، يعني عايز يطلع في الفيديو. فحطوا لايك بقى علشانه. وطبعا ولا الكوردير هنا برضو كان فيه شوية تراب كده فمسحتهم بالمساحة. وبس كده نشفت بقى الارض بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده بالمساحة بقت بتلمع. انا كنت بالمناسبة حاطة في مية المسيح كوركس الوان. بصوا بقى هنا خلاص بعد ما الارض بتاعتي نشفت خالص فرشت كده السجادة بتاعتي، ولازم بقى اللحظة اللي انا بحبها ارش كده المعطر. تحسي كده ريحة النظافة طالعة كده من كل حتة. ده يعني مش تنظيفة العيد، بس ايه روتين عميق شوية في اوضة الليفينج، يعني لان دي الأوضة دي قعدتنا فيها على طول فبتتبهدل دايما. بصوا بقى ده شكلها بعد ما خلصتها، شايفين الفرق؟ كانت في حالة صعبة قوي بصراحة. وشفتوا المروحة لطفت ازاي، كانت مطربة قوي بصراحة. حطوا اللايك بقى، انزلوا حطوا اللايك. يلا بعمل لكم حطوا اللايك. نيجي بقى هنا لأوضة الأولاد كانت هي كمان في حالة صعبة. عايزة اقول لكم ان انا قبلها بيوم كنت مسحاها ومغيرة ملاية السرير. بس انتوا عارفين الأطفال شايفين ليمو يعني. بيعمل لكم شو كده يعني. انا ما رضيتش اشيل الحاجات دي في المونتاج، قلت يعني ايه هتضحكوا زي ما انا بضحك كده، يعني اي حاجه تخرجكم من المود. بس كده بقى عايز بقى قال ايه اللي يروق هو السرير يعني. طب يا عم انت بهدلته ليه؟ بص بيعمل لكم ايه في الكاميرا. مشكله. طب يا عم انت لما انت هتروقه بهدلته ليه؟ مش عارفه برضو. المهم جبت الفوطه كده قعدت انفض السرير بتاعي وظبطت كده الملايه وطبقت الكبرتايه وحطيتها ايه مكانها. بس كده. ده شكل السرير. انا كنت لسه مغيره الملاية قبلها بيوم عشان كده ما غيرتهاش، يعني كانت نضيفه ما فيهاش حاجه. هي بس كان ايه بقى مكان ما كانوا نايمين يعني. بس هو مصمم ان هو اللي يروقها وعمال بقى يشد في الملاية يمين وشمال، قال يعني هيروق يعمل زيي يعني. وانا شلتها هنا وبرفضها وبرضه نايم. نايم عليها. ربنا يهديهم يا رب ويخليهم. شلت بقى الملاية هنا وقلت ايه انفضها كده كويس وبعد كده ايه افرشها تاني. برضه مصمم ان هو يفرشها. يا عم سيبني يا عم في حالي خلينا اخلص، مفيش فايدة. وهنا انا رحت اجيب حاجه من المطبخ عادي جدا، جيت لقيته ماسك الورقه والقلم وبيكتب، فبقول له بتكتب ايه؟ لقيته كاتب اسمه وبيوريه لكم. هو المفروض اسمه سليم اسلام. بس كاتب كلمه اسلام الاول وتحتها سليم، مش عارفه ليه يعني. المفروض قلت له انت كاتب ايه؟ بساله بيقول لي انا كاتب اسمي سليم اسلام. قلت له طب ما انت كاتب كلمه اسلام فوق ليه؟ قال لي مش عارف، انا كتبتها كده. قلت له طب خلاص يعني اصلحها واوريها لهم تاني. قال لي انا عايزه اوريهم انا ما كتبت اسمي. بس فحب يوريكوا بقى وهو بيكتب، يعني هو حابب قوي موضوع ان انا بصور يعني ويوريكوا. فحطوا اللايك بقى علشان واكتبوا لي بقى كومنت جميل منكم. ولو مش مشتركين في القناة فعلوا زر الجرس ودوسوا على علامة الكل عشان يوصلكوا كل فيديو بنزله. هنا بقى كان بيعدل بقى اسمه يعني. كان بيعدل بقى ان هو يكتب كلمة ايه اسلام تحت سليم. بس للأسف ما كانش جايبها في ناحية الكاميرا بالظبط. بس هو كده عمال يتكلم معاكوا يعني كأنه شايفكوا بالظبط. صلوا بقى كده على النبي وانتوا بتتفرجوا، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي رسول الله عليه الصلاه والسلام. هنا بقى كنت بقول له خلاص بقى قوم بقى كفايه، وعمال بقى يديني الكراسه اقول له خلاص بقى قوم بقى كفايه كده. كنا عاملين نتخانق انا وهو. وبس كده جبت بقى المكنسه بتاعتي، قلت اكنس كده بالمكنسه لانها كانت نظيفه، انا كنت مسحها قبلها بيوم، هو بس يا دوب لو الاولاد بياكلوا حاجه وقعت منهم ولا كده يعني. فنظيفه. قلت اعملها كده بقى بالمكنسه. وده شكل الاوضه بتاعتي بعد ما خلصتها بقى، قلت ايه ارش كده معطر كده. لما بترشي كده معطر كده بعد ما بتروقي كده وبتنضفي بتحسي كده بانتعاش بصراحة. بس كده ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب يكون عجبكم. كان روتين خفيف كده، ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان تشتركوا كل جديد مني.